المعرض خلص ومن بعديه انا حاسس ان انا عندي متلازمه فراغ ما بعد المعرض. قاعد كده وباصص في السقف مش عارف اعمل ايه، ولا انا فين، ولا المفروض اصحى اروح المعرض، ولا الحياه تمشي ازاي يا جماعه. مش عارف اذا كان انتوا عندكم نفس الاحساس ولا لا. سيبولي في التعليقات عندكم نفس الاحساس وعارفين تتغلبوا عليه. وبالمره وانتوا تحت كده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشغلوا الجرس عشان يجيلكوا تنبيهات بكل الحلقات الجديده. وتعالوا كده نشوف هنعمل ايه في حلقتنا النهارده. واهلا بيك من تاني في حلقه جديده من حلقات بوك كافيه، حيث المتعه والاستفاده معا. وحلقتنا النهارده هتبقى عن القراءات اللي فاتت، القراءات اللي يمكن بدأناها من اخر شهر 12 وفضلت مستمره معانا لبدايات شهر واحد. واعتقد في وقت المعرض ما عرفتش اقرا حاجات كتيره، لكن اعتقد اللي فات كله عوض كل ده. والحقيقه كان بدايه او افتتاحيه للسنه كانت ممتازه جدا، واعتقد ان انا قرات فيها كم كبير من الكتب. اتمنى تفضل المسيره ماشيه بشكل كويس في الشهور اللي جايه، وابتداء من شهر 2 اللي اعتقد ان فيه الامور مش الطف حاجه. بس تعالوا نتكلم سوا عن القراءات اللي فاتت وايه القراءات المحتمله اللي جايه. في البدايه دي مجموعه من الحاجات الورقيه، وفي حاجات تانية المفروض كانت تبقى معايا ورقيه بس نسيتها للاسف، نسيت اجيبها من المعرض. وحاجات تانية كانت بشكل الكتروني، فتعالوا نتكلم سوا عنهم كده سريعا. وخلينا ناخد الافتتاحيه بتاعتنا من اول اعمال السنه الجديده، وهو كان كوابيس قبل النوم 3، روايه التالتة بعنوان الجحر للكاتب عبد الرحمن حجاج. وبكده تبقى تنتهي الثلاثيه بتاعتنا من كوابيس قبل النوم 3. وكوابيس قبل النوم 3 زي ما اتكلمنا عنها قبل كده مرتين، هي الخاتمة بتاعة رحلة الكوابيس وبتاعة البطل يونس أحمد ليل، الطبيب النفسي اللي عنده بعض المشاكل واللي بيدور على حبيبته بشكل أو بآخر. هو كان متيقن إنها ميتة، لكن هنشوف مفاجآت كتيرة، وهنشوف رحلته في مواجهة الصراعات النفسية اللي جواه والمشاكل النفسية اللي جواه في رحلة مكونة من 3 أجزاء بياخدهم يونس أحمد ليل في صراعات مهمة جدا، وبتتكشف له الحقيقة أو النتيجة في النهاية. واحدة من الروايات المشوقة، وطبعا اغلب الحاجات اللي هتلاقينا بنتكلم عنها النهارده هتلاقي لها لينك تحت المراجعه بتاعتها الكامله. فحابب تاخد فكره اكتر عن اغلب الحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده، انزل تحت هتلاقي في صندوق الوصف لينكات كل الحلقات الجديده او الحاجات اللي انا بتكلم عنها وهي المراجعات. تاني حاجة معانا وهو العدد الجديد من حلمي مهران بعنوان مكالمة موت، وده يعتبر عدد خاص جدا، عدد اللي مش محتاج فيه تقرا اي حاجه عن حلمي مهران او تقرا اي حاجه سابقه للكاتب، لان هو عدد منفصل بيتكلم فيه عن صراع مهم جدا بيحصل ما بين البطل حلمي مهران وما بين شخص اخر. بنخوض في رحله كبيره جدا، طول الرحله دي في مكالمه ما بين الشخص ده وما بين حلمي مهران، وبنشوف هل حلمي مهران هيقدر يتخطى كل الامور او العواقب اللي هيحطها له الشخص ده، وهل هيقدر يحرر اسرته من المشاكل اللي هي فيها ولا لا. عدد مهم جدا، عدد ملحمي اتكلمنا عنه قبل كده، وهتلاقي اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تعالوا بقى شويه كده اخدكم ونتكلم على الاعمال دي اللي اتكلمنا عنها بشكل حصري. وهي اول حاجه جريمه الجزيره الحمراء للكاتب باسم خشن والكاتب محمد عصمت، وده اول عمل مشترك يحصل ما بينهم ما بعد صداقه استمرت سنين كبيره. في العمل ده بيكلمنا فيه البطل اللي رايح يعيش في الامارات، وتحديدا في راس الحكمه في الجزيره الحمراء. هنشوف المكان ده وهنشوف ايه الحاجات المرعبه اللي بتدور حوالين المكان ده، وايه الحكايات الغريبه والغامضه عن المكان ده. في فكره جديده هم حاولوا يعملوها برعب مختلف وتشويق واثاره مختلفه، جمعوا كتير من العناصر فيهم باسلوبين مختلفين، تحس لما اندمجوا مع بعض كانك قدام كاتب واحد بمهاره فائقه الحقيقه. فواحده من التجارب الجديده الحلوه والممتعه بشكل كبير. تاني عمل برضو هو لمحمد عصمت، ودي روايته الأحدث وهي ما يروى في الظلام، أساطير زهرة الجبل، واللي اتكلمنا عنها قبل كده واتكلمنا عن فكرتها عن الأساطير الشعبية اللي كلنا عارفينها، وإزاي هو قدر يدمج الأساطير الشعبية دي في حكايته عن فتى هو أصلا مدرس، وحب ان هو يساعد اطفال تانية في الجزيرة دي ان هو يعلمهم. فكان بيروح لهم كل نهاية اسبوع من يوم الخميس ويقضي معاهم خميس وجمعة ويرجع السبت، وده كان عن طريق قارب كده او عن طريق مركب. المركب ده بيعدي منه من بلد لبلد، وهو كان بيحتاج يسافر اصلا مشوار طويل من القاهره يروح اسكندريه، ومن اسكندريه يروح البحيره، ومن البحيره بياخد المركب الصغير دي. هي ده طريقه الوحيد للجزيره والخروج من الجزيره. بس في وقت رجوعه من الجزيره الراجل اللي بيرجعه ما بقاش موجود، فبيضطر يقضي هناك اسبوع او اكتر في من الاسابيع اللي هتكون الشائكه جدا في حياه الجزيره دي وفي حياه الشخص ده. فترى ايه اللي هيحصل في الروايه وايه الاسبوع الغريب اللي هيقضيه الشخص ده. وبما اننا اتكلمنا على
اعمال محمد عصمت. فتعالى اكلمك برضو عن حاجه من الحاجات اللي هو كان عاملها، بس للاسف انا نسيت خالص ان انا اجيب الكتاب. كنت فاكر ان انا نزلت في اول مره جبته، وبعد كده وانا برتب المكتبه اكتشفت ان انا اصلا ما جبتوش. هو كتاب كيف بدأ الرعب للكاتب محمد عصمت. الكتاب ده اللي محمد عصمت بدأ فيه حكايه لذيذه جدا عن اساطير او عن حاجات الرعب بدأ بيها بدايه من الافلام او بدايه من كتابه الرعب. حاجات زي جت منين فكره المستذئبين، فكره الدفن حيا، فكره اشخاص كتيره او الجن او حاجات كتيره قوي مختلفه، ازاي بدات وازاي انتشرت وازاي بعد كده الناس بقت بتستخدمها سواء في الكتابه او في الافلام. ومن هنا ننتقل لعمل جديد، وهو المجموعه القصصيه الجديده للكاتب طارق عز والبوك تيوبر. واحدة من المجموعات القصصية الحقيقة اللي أعتقد إنها كانت قوية جدا. قدر طارق من خلال 10 قصص يكلمنا عن حاجة مهمة جدا في حياة الأشخاص، وهي الموت أو اللحظات الأخيرة في الموت. فإزاي قدر ينوع الأفكار بتاعته أو يديلك أفكار ما بين أفكار بسيطة كده أو أفكار فيها تأثر لأفكار صعبة وأكتر وأكتر، وقدر يمزج لك عناصر كتير أو اختلافات كتير، وبتحس إن كل قصة مش شبه التانية بس في نفس الوقت بيكلمك عن نفس الفكرة. واحدة من الأفكار الحلوة الحقيقة ومن الحاجات اللذيذة، وكمان الكتابة فيها تطور كبير، وأعتقد اتكلمنا عن الموضوع ده أكتر في المراجعة اللي عملناها عن المجموعة القصصية. وبإذن الله تعالى هنحاول السنة دي إن احنا ندخل كلام أكتر عن المجموعات القصصية. بعد هنا عندنا الجميلة دي، واحدة من الروايات اللي أنا أعتقد إنها تكون الروايات المؤثرة جدا خلال الفترة اللي جاية، هي رواية رجال وآلهة للكاتب إبراهيم أحمد عيسى، اللي الكاتب فيها قدر ياخد أسلوبه وطريقته في رحلة بعيدة قوي عن مصر القديمة. قدر ياخدنا في رحلة مختلفة، كلمنا فيها عن مصر القديمة، وريها لنا بشكل كبير جدا بافتتاحية من الافتتاحيات للروايات اللي اعتقد انها هتكون افتتاحيات مؤثره جدا وهتفضل مخلده في التاريخ. ده من وجهه نظري البسيطه، لانها افتتاحيه بتكلمك عن نشاه الكون بشكل مختلف تماما، بتدمج لك فيه اساطير الفراعنه او اساطير المصريين القدماء بحاجات تانية في نشاه الكون. وبعد كده بياخدنا في رحلته المهمه عن وقت في مصر القديمه كان مهم جدا، وهو وقت الملك توت عنخ امون. يا ترى ايه الوقت الغامض ده وليه كان فيه كلام كتير؟ وكمان بياخدنا لفكره المعتقدات الدينيه اللي كانت موجوده في الوقت ده، وازاي كان في اكتر من اعتقاد ديني، وده بسببه نشأ بعض الصراعات ما بين الكهنة وما بين الجيش. وفي الآخر هل الشعب اتظلم ولا كان واحد من الدايرة دي، ولا هل كان كل طرف منهم بيسعى ان هو يبقى ليه رجل او عين في السلطة، وكل ده كان برضه على حساب الشعب. فرواية فيها الكتير الحقيقة، واعتقد ان انت هتحتاج تقراها عشان هتتبسط بيها، بالاضافة للغة الممتازة اللي عند ابراهيم احمد عيسى، انه مهما كتب اي حاجة هيبسطك باللغة بتاعته. وبرده من الحاجات اللي كانت موجودة بشكل الكتروني وبعد كده صدرت بشكل ورقي واتكلمنا عنها برده هنا في احد الحاجات اعتقد في تيك توك، هي رواية وميض ازرق للكاتبة هدى عبد الحليم. ودي واحدة من الروايات الحلوة جدا، هي رواية تعتبر رواية اجتماعية شوية، لكنها فيها فكرة حلوة جدا او بتتكلم على موضوع مهم جدا، وهي فكرة مش عايز اقول الانتحار بشكل الانتحار، لكن هي بتتكلم على شاب عانى كتير في حياته، شاب حاول ان هو يطلع يبقى يشتغل على نفسه بشكل كبير ويسعى ان هو يعدي مراحل كتير، لكن هو بيقع في قصة حب كده لطيفة. بس قصة الحب دي بتكشف له حاجات كتيرة غامضة، والبنت اللي هو بيحبها برضو عندها بعض الحاجات على الرغم انها من مستوى تاني، لكن الكاتبة ما لعبتش على فكرة المستوى على قد ما لعبت في فكرة الابعاد النفسية عند كل شخصية، وايه الخلفية بتاعت كل شخصية دي. على قد ما الفتاة دي بقت في مستوى اجتماعي مختلف نظرا لانها بقت عايشة حياة تانية، لكن عندها حياة قبل كده مخليها تسعى انها ليها ترتيبات تانية وافكار تانية بتحاول تسعى ليها. ونفس الكلام عند الولد، لكن في حاجة الولد بيكتشفها بتخليه ياخد قرار مهم. فهل القرار ده هو كان قصده ولا الحاجة جت وليدة اللحظة؟ ده اللي بنعيشه في رحلة حلوة جدا بطريقة كتابة مختلفة ومتنوعة. الكاتبة قدرت تخليك محافظ او قدرت تخليني الحقيقة متابع القصة كلها للنهاية عشان اعرف الفكرة الاساسية ليها او عشان اعرف الابعاد كلها بتاعة القصة. فواحدة من الروايات الحلوة الاجتماعية لو انت بتحب النوع ده من الروايات. وهاخدك شوية لوقت قديم، دي بقى رواية كنت قرأتها قبل المعرض على طول، وهي رواية السلاحف لا تشعر بالوحدة للكاتبة ضحى صلاح. كالعادة ضحى صلاح بتكتب دايما عن تحسها كنوع من انواع التجارب الشخصية. في رواية السلاحف لا تشعر بالوحدة بتتكلم عن بنت باباها توفى، فبتتكلم عن فكرة الفقد بشكل أساسي، فبتاخدنا معاها في رحلتها مع حنينها لباباها ومع مشاكلها الشخصية مع جوزها ومع مامتها، وإنها كانت واخدة فكرة بشكل معينة عن والدها أو صورة مكتملة عن والدها، لكن مع الوقت ومع
انها تتكلم مع والدتها او يتفتح الكلام ما بينهم، الصورة بتتغير بشكل ما وفي حاجات بتتعكس بشكل ما. كل ده بنشوفه من خلال رحلة كبيرة بالاضافة لرحلتها او قعدتها الدايمة وحديثها النفسي مع نفسها او مع السلحفاة بتاعتها او السلحف بتاعها. رواية حلوة الحقيقة، هي رواية مش كبيرة لكنها رواية حلوة مكتوبة بشكل كويس، وكمان الفكرة بتاعتها حلوة الحقيقة. واخر حاجة برضو بقرأها حاليا على ابجد هي برضو رواية حارس. انا عارف انها بتنزل بشكل مكتمل مع كتبيا، لكن انا بقراها دايما بشكل حلقات لما بتنزل مع ابجد. الحقيقة لحد دلوقتي قريت 4 حلقات منها وناوي ان انا اكملها ان شاء الله ونتكلم عنها، فدي من القراءات المحتملة اللي هنشوفها قريب. وكنا اتكلمنا عن الجزء الاول قبل كده، لو حابب تعرف فكرته هسيب لك اللينك بتاعه تحت في التعليقات، ممكن تاخد فكرة عن الرواية. وخلينا نتكلم عن يعني نعمل مراجعة عن الجزء التاني لما نكمل الحلقات كلها مكتملة. بالاضافة للحاجات دي خليني اكلمك على رواية اتكلمنا عنها قبل كده، كان من المفروض انها تنزل في اواخر معرض الكتاب لكن للاسف ما لحقتوش، فاعتقد ان احنا هنشوفها خلال الايام اللي جايه، مش دلوقتي، ممكن في كمان شهرين 3 كده تلحق الموسم ده. اعتقد انها تم تاجيلها، وهي روايه روحي فيك للكاتب احمد عثمان. الروايه دي اللي هي مبنيه على فكره المسلسل، المسلسل مبني على فكرتها، واتكلمنا عنها بشكل اوسع الحقيقه في مراجعه منفصله، هسيب لك اللينك بتاعها، روح اتفرج عليها واستنى الروايه تنزل في اقرب وقت. والمفاجاه ان الروايه دي هتكون مع دار مختلفه عن الدار المعتاده للكاتب احمد عثمان، وهي دار كيان، فاعتقد انها هتكون انطلاقه جديده وانطلاقه مختلفه بالتاكيد. وفي النهايه خليني اكلمك برضو عن حاجه كانت جديده بالنسبه لي، وهم كتابين صغيرين وكتابين اثروني جدا ان انا اقراهم الحقيقه، هما كتابين لنفس الكاتبه وهي الكاتبه نجلاء هيكل. اول كتاب معانا هو معا لتربيه اطفال اصحاء نفسيا، وده اللي بيتكلم على أهمية إن أنت كمربي تبقى فاهم الأطفال بتاعتك وتبقى فاهم طرق التعامل معاهم. والفكرة مش بس بتبقى على الأم لكن بتبقى على الأب والأم. وهنا بقى بتكلمك عن 10 حاجات أنت إزاي تتعامل معاهم، زي الكذب، زي العنف، زي الانطوائية، زي الزن، فحاجات كده هي مخصصاها بتتكلم عنهم بشكل سريع وبشكل يعرفك أكتر. تاني كتاب بقى من أنت، هو دليل لمعرفة شخصيتك وشخصيات من حولك، وده اللي بيعتمد في أساسه على فكرة التصنيف اللي هو التصنيف بتاع 16 شخص اللي هو تصنيف مايرز حاجه كده. هو زي كان موقع كده بنخش عليه ونعرف انماط الشخصيات بتاعتنا، فده بيعرفك انماط الشخصيات، وكمان بيعرفك كل شخصيه ايه الحاجات بتاعتها، وبيديك التمرين اللي تعرف منه شخصيتك وازاي تتعامل مع شخصيات تانية. وتقولك ان انت ممكن تبقى مزيج من نمطين، مش شرط ان انت تبقى عندك نمط واحد، فواحد من الحاجات الحلوه. وفي الاخر تقدر تخش على الموقع وتعمل التمرين بتاعك وتعرف بقى انت انهي واحد، وتقرا انت انهي واحد من دول، وتعرف الشخصيات المشهوره اللي هم في نفس النمط ده. دي كانت الحاجات اللي قرأتها خلال الفترة اللي فاتت ما بين أواخر شهر 12 وبدايات شهر 1، وكانت كلها حاجات عن المعرض. أعتقد إن هو كان عدد ضخم، أتمنى إن أنا أشوف العدد ده خلال الشهور الجاية إن شاء الله. ومن الحاجات المحتملة اللي أنا هقرأها خلال الفترة اللي جاية، أعتقد كبداية وأعتقد كحاجة فعلا بدأتها وكانت بناء على طلبكم في التعليقات بتاعت حلقات المشتريات، وتحديدا حلقات مشتريات عصير الكتب، كانت رواية القادمون دكتور أحمد خالد مصطفى. الحقيقه ما جربتلوش قبل كده، كنت جربت له الحاجات اللي فاتت القديمه خالص وكان عندي بعض التعقيب عليها، فبجرب حاجه جديده وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل فيها. الحقيقه مع بدايه التجربه ومع بدايه كام صفحه فيها انا مصدوم من المكتوب الحقيقه، فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في النهايه وهنشوف المراجعه هتكون عامله ازاي. مش بس كده، خليني اقول لك ان احنا برضو رجعنا تاني القراءة الجماعية على الانستجرام، ده جروب عاملينه هناك. لو مهتم خش ابعت لي على الانستجرام رسالة وانا هبعت لك الجروب تنضم معانا. اعتقد ان احنا مع نزول الحلقة دي هيكون بدأنا القراءة الجديدة بتاعتنا، واللي استقرينا عليها هي رواية الحرافيش للعظيم نجيب محفوظ، فهنقرأها سوا ونعمل بعد كده لايف على التيك توك او على الانستجرام. اعتقد هنعمل فيه زي مناقشة فيه ونتكلم فيه كده، هيكون لطيف، وبعد كده هيبقى موجود ان شاء الله كحلقه مسجله هنا على اليوتيوب. فلو حابب تنضم تاني ادخل على الانستجرام ابعت لي رساله وهدخلك الجروب بتاعنا تلحق تقرا معانا او تنضم معانا في القراءات اللي جايه ان شاء الله. وبكده يا صديقي العزيز اكون خلصت قراءاتي للشهر ده، متحمس ان انا اقابلك في حلقه جديده من حلقات القراءات الشهريه نتكلم فيها على القراءات الجديده. بس قبل ما ننهي عايزك انت تقول لي تحت في التعليقات وتنزل تكتب لي ايه الحاجات اللي انت قراتها خلال الفتره اللي فاتت وعجبتك ومتحمس ليها، ومتحمس ان احنا نقرا ايه خلال الفتره اللي جايه ونتكلم عنه ان شاء الله. وفي النهايه لو انت وصلت لحد هذه اللحظه فانا عايز اشكرك من كل قلبي، واتمنى دايما ان انت تدعم القناه، ان انت تعمل لايك وتشترك وتشترك على السوشيال ميديا، وتاكد انت مشترك ومشغل الجرس تنبيهات بكل الحلقات الجديده. وما تنساش تتابعني دايما على التيك توك وعلى الانستجرام. سلام.